أهلا بيكم. النهاردة عندنا قصة حقيقية ومهمة جدا من جلسة علاج نفسي. قصة عن صراع بيحصل جوه ناس كتير. صراع بين قناعات بنتبناها بكل قوة واحتياجات إنسانية أساسية جدا جوانا. طيب، إيه هي بداية الحكاية دي كلها؟ البداية كانت جملة واحدة، جملة بسيطة لكن حاسمة، بتقول إيه الفرق بين الراجل والست؟ مفيش فرق. الجملة دي ما كانتش مجرد رأي، لأ، دي كانت المبدأ اللي اتبنت عليه قرارات غيرت مسار حياة صاحبة القصة بالكامل. طيب، مبدأ للحياة. الحكاية دي بترجع بينا كام سنة لورا لما بطلة قصتنا كانت بتقابل عرسان بشكل تقليدي، يعني جواز صالونات. فكان طبيعي في اللقاءات دي إنها تتسأل عن رأيها في الأدوار جوه الجواز، وكان ردها دايما واضح وصريح. لو هو عايزني أطيعه عشان القوامة، يبقى لازم هو كمان يطيعني، أنا ليا قوامة عليه برضه. يعني من الآخر كانت بتتحدى فكرة القوامة التقليدية من جذورها. وهنا لازم نقف شوية عند مصطلح القوامة. القوامة في تفسيرها الشائع هي مسؤولية وسلطة الراجل على أسرته مادياً ومعنوياً، فرفضها للمفهوم ده ما كانش مجرد وجهة نظر، لا ده كان حجر الأساس اللي هيتبني عليه كل اللي جاي بعد كده في حياتها. والنتيجة كانت متوقعة طبعا. العرسان التقليديين بطلوا ييجوا، وبدأت تاخد سمعة إنها نسوية بالمفهوم اللي بيخوف ناس كتير. والوضع ده للأسف دخلها في فترة صعبة من العزلة والاكتئاب. وهنا بنوصل لمرحلة جديدة، شراكة متكافئة. بعد نصيحة من المعالج النفسي بتاعها، قررت إنها لازم تغير الدايرة اللي حواليها. بدأت تدور على ناس شبهها، ناس بتفكر زيها وعندهم نفس الرؤية العصرية للعالم. وفعلا حياتها بدأت تتغير. في أوائل العشرينات بدأت علاج نفسي، وفي نص العشرينات دخلت الدوائر الاجتماعية الجديدة دي، وفي أواخر العشرينات قابلت الشخص اللي هيبقى جوزها واتجوزوا بعدها بسنة. الشخص ده كان كاتب على الإنترنت كتاباته كلها عن حقوق المرأة وضرورة تغيير المجتمع. يعني باختصار كان نسخة طبق الأصل من أفكارها. شوفوا بقى اتفاق الجواز بتاعهم كان عامل إزاي، لأنه بيوضح كل حاجة. المصاريف بالنص 50-50، مفيش مهر تقليدي، مفيش مؤخر، حياة حرة من غير قيود مجتمعية. وكمان اتفقوا إنهم مش هيخلفوا أول 5 سنين. كل بند في الاتفاق ده كان بيترجم أفكارهم وقناعاتهم لواقع ملموس. دي مش مجرد جوازة، دي شراكة كاملة. وهنا بتحصل أول صدمة. حياتهم كانت ماشية بالمسطرة زي ما خططوا بالظبط، حرية كاملة، شراكة متساوية، كل حاجة تمام، لحد ما بيحصل موقف في حفلة، موقف هيبين أول شرخ في الأساس اللي بنوا عليه كل حاجة. كانوا في حفلة، واحد صاحب جوزها كان سكران، حاول يلمسها، هي صرخت. طبعا لحظة صعبة جدا فيها انتهاك وخوف. وفي اللحظة دي كل الناس اللي في المكان بصت على جوزها مستنيين يشوفوا رد فعله. السؤال هنا، هي نفسها في اللحظة دي بالذات كانت متوقعة منه إيه؟ خلينا ننسى كل الاتفاقات والقناعات الفكرية لثانية واحدة. غريزياً كانت مستنية منه يعمل إيه؟ اللي كانت متوقعاه أو يمكن اللي كانت محتاجاه في اللحظة دي هو رد فعل شرقي تقليدي جدا. كانت عايزة تشوف غيرة، نخوة، غضب، عايزة تحس بالحماية. لكن اللي حصل كان العكس تماما. رد فعله كان متسق 100% مع أفكارهم اللي اتفقوا عليها. كان هادي وعقلاني جدا وقال لها ده كان سكران، ما تكبريش الموضوع، هخليه يعتذر لك لما يفوق. هو شاف الموضوع بعقلانية، وشاف إن رد الفعل التاني ده مجرد دراما ملهاش لازمة. بالنسبة ليها هي، رد فعله كان مقزز حرفياً. المرحلة اللي بعدها كانت بعنوان سلفة بين الزوجين. الموقف بتاع الحفلة ده ما اتفتحش تاني، بس ساب جواها شعور بالاشمئزاز ناحيته. وفجأة بتيجي أزمة من بره، أزمة هتضرب الشراكة المثالية بتاعتهم في مقتل. الأزمة دي كانت جائحة كورونا. زي ناس كتير هي خسرت شغلها، وفلوسها اللي كانت محوشاها خلصت. والأول مرة من يوم ما اتجوزوا اتفاق 50-50 المالي ما بقاش ممكن يطبق، فاضطرت إنها تطلب منه فلوس. وهنا كان رده اللي هو قدمه بكل حب ومنطقية: أنا مستعد أسلفك مبلغ وتردهولي لما ترجعي تشتغلي. لازم نكون واضحين، هو من وجهة نظره ما كانش قاسي. ده كان الحل العادل والمنطقي الوحيد بين شريكين متساويين ماديا زي ما اتفقوا. وهنا السؤال المهم، ليه العرض ده ما كانش مجرد عرض مزعج؟ لا، ده كان صدمة عنيفة ليها. الغريب إن عرضه ده منطقي جدا ومتوافق تماما مع اتفاقهم، يعني هو نفذ القواعد اللي هما الاتنين حطوها، ومع ذلك هي حست إن العرض ده كان خيانة. وده اللي بيوصلنا لجوهر الحكاية كلها: القناعات ضد الاحتياجات.
المشكلة دي هي اللي راحت بيها للمعالج النفسي بتاعها وقالت له إن في تصادم عنيف بيحصل جواها بين قناعاتها اللي مؤمنة بيها واحتياجاتها اللي بتظهر في وقت الأزمات. والجدول ده بيلخص الصراع ده ببراعة. على الشمال قناعتها مساواة مطلقة، مصاريف بالنص، رفض تام للقوامة، حرية شخصية كاملة. وعلى اليمين احتياجاتها اللي ظهرت في الأزمات، غيرة وحماية، أمان مادي في وقت الأزمة، راجل بيصرف وبيحمي، راجل بيتصرف كراجل. يعني نفس الحاجات اللي هي رفضتها فكريا هياها اللي قلبها وروحها كانوا بيصرخوا طلبا ليها في لحظات ضعفها. وهنا المعالج سألها سؤال كاشف، سؤال حط إيده على أصل المشكلة كلها. قال لها يعني أنت عايزاه يطبق القوامة في وقت ضعفك وينساها خالص في وقت قوتك؟ وهنا بنوصل لنقطة اسمها النفس غير المتصالحة. خلاصة رأي المعالج ما كانتش مين فيهم الصح ومين الغلط، الموضوع أعمق من كده. كان عن عواقب إن الشخص يكون مش متسق مع نفسه، إن أفكاره تكون في وادي واحتياجاته في وادي تاني خالص. المعالج قالها جملة مهمة جدا: ما ينفعش تاخدي سطر من كل أيديولوجية وتزعلي لما الدنيا ما تمشيش على مزاجك. الزوج النسوي له تبعات، والزوج المتدين له تبعات. يعني جوزها كان متسق تماما مع المبادئ اللي هما الاتنين اختاروها. الصراع كله كان جواها هي، لأن احتياجاتها الفطرية طلعت مش متوافقة مع الأيديولوجية دي. وكانت النصيحة الأخيرة من المعالج: لازم قناعاتك تكون متوافقة مع احتياجاتك. فكرة إننا ننقي من كل فكر اللي يعجبنا دي غالبا بتفشل، والقصة بتخلص عند النقطة دي من غير حل واضح، بتسيبها واقفة على مفترق طرق بين الطريق اللي هي اختارته بعقلها وبين رغباتها اللي بتنادي عليها من جواها. وده بيسيبنا كلنا قدام سؤال كبير: القناعات ولا الاحتياجات؟ هل لازم نختار طريق واحد بس؟ القصة دي بتفتح عينينا على سؤال جوهري عن إزاي بنبني حياتنا وعلاقاتنا، وبتخلينا نفكر: يا ترى إيه هو المعنى الحقيقي إن الواحد يكون متصالح ومتسق مع نفسه؟